ورحمة الله. اليوم غنقدم لكم رولاد دو فولاي. اولا غنعدلو المقله فوق بوطه، نبداو بها هي الاولى. غادي نضيفو لها الزيت، عندنا البصل مقطع على هذا الشكل، وهنا الثومه غادي نضيفهم في المقله، وغادي نخليهم ياخدوا اللون كراميليزي. ما نخليوهمش يتحرقوا، في نفس الوقت ما نخليوهمش خضرين. صافي هنا بعد ما خدات شويه اللون غادي نضيفو لها شويه الملح. غادي نستمروا في التحريك باش ما تحرقناش. هيا غادي نضيف صدر الدجاج، غنضيف 2 بيضات، فلفل اسود، سكينجبر، ملح. غنضيف كذلك البصل كراميليزي اللي عملناهم في المقله، وغادي نطحن. قبل ما نطحن غنضيف معلقه الخردل. صافي دابا غنطحن الكل. بعد ما طحنت الطحنه الاولى نضيف المعدنوس، نضيف كذلك 2 معالق كبار الشابلو، غنضيف شويه كريمه الطبخ. غنطحن مره ثانيه. بعد ما طحنت هلقاهم اللي تحصل تالي هذا الشكل. صافي هنايا فرشت بابي كويسو، غنعمل شويه الزيت وغادي ندهنو. صافي وغادي نفرغوا الخليط ديالنا. صافي غادي نحاولوا نفرشوها على هذا الشكل. المهم بعد ما شكلتها غادي نضيف لها كيس مربع جبن مربع، عندي بافو بالابزار، عندي بافو نورمال، بافو عادي. غنضيفهم بجوج بيهم شويه شويه، ما يمكن ديالكم تكتفيو بواحد النوع. صافي دابا نبدا نرولي. ضروري ملي نبداو نعدلو الرولي ضروري ما نتكيو على الجنب، نديو بيدنا هيدا باش يجي شكل متساوي. خرجوا من الهواء على هذا الشكل. عليو ندور نعاود باش نروليوها من جانب اخر. هاد العمليه
كتساعد اننا نعدلوه على شكل متساوي، في نفس الوقت نزولوا منه الهواء. صافي بعد ما ساليت ندورو هاد الجناح هذا. هنايا ضروري خصو يكون يبقى هنايا في هاد الجوانب الفراغ باش نزيرو. غنفرش ورقة السلوفان غادي ندير فيها الرولو ديالنا. ضروري نزيرو مزيان باش ما تفسخناش الحشوه في الفران. هاد القياس اللي عملت كيلو سداد الدجاج. مزيان نزيرو. نعدلوه في واحد الطاوله. دخلوها مفران مدة 40 دقيقة، لكن نص هاد 40 دقيقة يعني 20 دقيقة غادي نقلبوه. مثلا هو على هاد الجانب، نعد وصل 20 دقيقة غنقلبوه على هاد الجانب. درجة الحرارة 180، الفران مشعول من فوق ومن تحت. نبدا نسلق الخضرة المرافقة. غادي نعمل في طنجرة الماء حتى يغلي، نضيف له الملح. وفي هذه الكسرونه غادي نشعل البوطه ونضيف البطاطا ديالنا في الماء بارد تسلق. هنا بعد ما غلى الماء غنضيف الملح. علاش كنقوم بهاد العمليه حتى كيغلي الماء؟ عاد كان نضيفو الملح وعاد نضيفو الخضره، حيت الخضره كتحافظ على المكونات اللي فيها، الفوائد اللي فيها. اذا ضفنا الماء بارد وعملنا الخضره فيها يتسلق، ديك الفوائد اللي كاينين في الخضره كيمشيو مع الماء. صافي هنايا غادي نضيفو القرع خضراء، نخليها 8 دقائق تسلق. صافي هنا بعد ما مرت 8 دقائق خاصو يكون عندنا واحد الاناء فيه الماء بارد. غير نهزو القرع الماء سخون، نعدلوه في الماء بارد باش كيوقف الطياب د القرع. الخضره بصفه عامه في نفس الوقت باش كتحافظ الخضره على اللون ديالها، ما كيبقاش اللون باهت. فغير غنكمل ننزل القرع كامله في هذا الاناء فيه الماء بارد. غادي نهزها نخليهاش يدعم في الماء تما. صافي على هذا الشكل. صافي غنهزها نقطر مزيان من الماء ونسلف التبصيل. صافي هنايا غادي نضيف البروكولي في نفس الماء. حتى هو 8 دقائق مدة السلق. صافي هنا عاود بعد ما مرت 8 دقائق على البروكولي غادي نعدلو في الماء بارد. صافي ونصفيوه ونوضعوه في واحد الطبسيل او الاناء.
في نفس الماء غادي نضيف الجعده الجزر. علاش ما بديناش بالجزر هي الاولى؟ حيتاش كطلق اللون، وعطلقنا اللون في القرع وبروكولي. صافي هنايا تسلقت البطاطا ديالنا، غادي نجبدها. هي البطاطا اللي سلقت الصغيره. نتوما واذا ما كانتش عندكم هذه صغيره، البطاطا كبيره، سلقوها بالقشور ديالها كلشي وقطعوها مربعات معوض، ماشي صغارين ماشي كبارين. نكمل معكم البقيه. صافي تسلقت الجعده، نعملوا لها نفس العمليه اللي عملنا مع الخضر الاخرين. صافي هنايا عندي المعدنوس، شويه تومه، غادي نضيف هذا القرع، غادي نضيف عليها فلفل اسود، نضيف كذلك الملح. صافي وغادي نحرك. نفس العمليه غادي نعمل مع البروكولي. فلفل اسود، ملح، هاو نحرك. هنايا ضفت شويه زيت الزيتون، وغادي نحرك. نتوما بالامكان ديالكم تصوتيوها في المقله فوق النار، تعادلوا شويه الزبيده، شويه المعدنوس، الثومه، فلفل اسود، الملح، وتصوتيوها وتعدلوها. نتوما اختاروا الطريقه اللي بغيتو. هنايا عملت البطاطا اللي سلقت، قسمتها على النصف. نضيف لها المعدنوس مع الثومه، نضيف لها كذلك شويه زيت الزيتون والملح وفلفل اسود، نعدلها في واحد الطاوه وندخلها للفران. نتوما بالامكان ديالكم عاود نقليوها في الزيت، يعني كاين اختيارات. صافي هنايا غادي نعدلها في الطاوه. صافي هنايا غادي ندخلها للفرن. البطاطا ديالنا مسلوقه، غادي ندخلوها غير تحمر شويوش وغادي نخرجوها 40 دقيقه. خرجت الرولي ديالي. صافي ها الرولي ديالنا. غادي نقوم دابا بالتقطيع ديالو. الطريقه اللي غادي نقطعو بها باش يجي على شكل يجي قياس واحد، الصباع ديالنا غنشبروه من هنا، وهذا غنشبرو به الموس، غنحشيو الموس ديالنا هذا. ولكن ضروري خصو يكون الاناء قدامنا فيه الماء بارد حيت هو سخون. ها الشكل النهائي. هذه ماشي هي الكميه اللي تحصلت عليها، تبارك الله خرج هيك كيلو الصدر، خرج كميه وفيره. كنتمنى تجربوه باش هي طيبه.